السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين، سورتو في هاد الايامات رانا مع واحد السخانه. اليوم ديما مع الوصفات الخفيفه. كما كنتم تشوفوا جبت لكم وصفه هايله اللي هي طاخت بلا كونفيتور، تجينا ما شاء الله وبابسط المقادير. راكم تشوفوا ماشي حاجه اللي تحتاج يعني بزاف مقادير. دونك واش نحتاجو؟ نبداو الوصفه مع بعضنا. عندي 125 غرام زبده طريه، ماذا بيكم الزبده تاعكم تكون طريه. ضفت عليها 2 مغارف كبار تاع الزيت. هنا عندي 280 غرام تاع الفارينه، ضفت عليها نص مغرف صغيره خميره الحلويات كما راكم تشوفوا. هنا عندي لافاني. بالنسبه لافاني كاين بزاف اللي يقولوا لي وعلاش ما تستعملش لا بودر. انا البنات صراحه لا بودر ما عجبتنيش، كي جربت ليكيد جاتني احسن، فيها ريحه احسن. عندنا حبه تاع البيض، وعندي كاس تاع السكر قسمته على 2، درت منه نص سكر عادي ونص سكر غلاس، وعندنا قرصه تاع الملح. نبداو نخدموا العجينه تاعنا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان واش يديروا كامل المقادير، يعني يديروا الزبده والزيت والبيض ولافاني والسكر، يخلطوهم مليح، من بعد يبداو يشيحوا بالفارينه حتى يتحصلوا على هذيك العجينه الطريه ويحبسوا، يعني ماشي لازم بالميزان. دونك هنا كما كنتم تشوفوا البنات انا حبطت كامل المقادير وراح نبدا نخدم بشويه. وحاولوا كيفاش ما تعجنوهاش، يعني حاولوا برك كيفاش تطموها بيدكم. هاد المقادير راح تجيكم قيس، يعني ما هي مخصوصه فارينه، ما هي مخصوصه ولا شيء. نزيدوا الحبه تاع البيض. كما على بالكم البنات سخانه، البنات كامل النساء كامل يتعبوا من الكوزينه، دونك ماذا بينا نديروا وصفات هكذا خفاف سهلين. ولا طاقت هذه ماشي حاجه اللي تخمر ولا نقعدوا معاها العشيه كامل حنا نستناوها ونطيبوها ونعجنوها، يعني حاجه اللي توجد بالخف تمتم. هاو القوام تاع العجينه اللي نتحصلوا عليه. هنا معناش راح نخلوها تريح، راح نخدموها مباشره مع بعضنا. هنا كما راكم تشوفوا انا حضرت العجينه تاعي، رايحه نقسمها على 2. دونك النص نخدمو به طبقه تحتانيه نخليوه بجهه، والنص الثاني رانا رايحين نخدمو به دي بتي ديسك هكذا دوائر صغار للتزيين. هنا كما كنت تلاحظوا البنات راني نرش عليها هذاك النص الثاني تاع التزيين، راني ندير عليه كميه تاع الفارينه باسكو العجينه بزاف طريه. دونك للتزيين يلزم نشيحوها شويه اكثر. دونك نحاول كيفاش نزيد لها حوالي 2 مغارف كبار بهذا الشكل، ورايحه نفتحها بالحلال. حلوها رقيقه ماذا بكم، والطبسي هذاك اللي تحطوه فيه لي ديسك بعد ما تخدموه مرشوه شويه بالفارينه باش ما يلصقلكمش. دونك نحلوها رقيقه كما راكم تشوفوا في الصور. هنا انا راح نستعمل هاد لادوي، وانتم لكم الاختيار، تنجموا تستعملوا بوشون، تنجموا تستعملوا اللي عنده هذوك طوابع الصغار تاع القلوبه تاع المثلثات، لكم الاختيار كما حبيتوا تزينوا. دونك كما راكم تشوفون نطبعهم بهذا الشكل، نحيهم غير بشويه، سعفوا العجينه تجيكم طريه. السكر غلاس يعطيها طراوه، والسكر الحرش يعطيها قرمشه للعجينه تاعكم. هاد لا طاقت البنات تجينا ما شاء الله، نتمنى تجربوها، ماشي حاجه اللي تاخذ وقت واللي تاخذ مقادير. دونك هام لي ديسك تاعنا بعد ما وجدتهم، وهي العجينه تاعنا. هنا عندي هاد سنيوه انا حنستعمل هادي، دهنتها بالزبده ورشيت عليها كميه تاع الفارينه. هنا البنات اللي عندها لي ديتاشون هادوك لي مول هادوك اللي يتنحاو من تحت، ماذا بها تستعملوا حيكون احسن. انا هنا حبيت نستعمل المول هذا اللي ما عنده والو باش نعطي فكره للبنات باللي يقدروا يستعملوا اي مول، المهم يدهنوه بالزبده ويرشوه بالفارينه باش يتفاداو تلصق لهم العجينه. دونك هنا بعد ما حليتها نحلوها متوسطه كيما لا طاخت، سي ان فون دو طاخت عادي. نحاولوا كيفاش نسقموه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا انا سقمته. راح نقرص عليها شويه بالفرشيطه
ما نساوش فيها كمية صغيرة تاع الخميرة باش ما تتنفخش. هنا البنات عندي 500 غرام تاع لا كونفيتور اللي هي ديك البواطه صغيره. اللي عندها كونفيتور منزليه يكون احسن، سورتو هادوك اللي يطيبوا لا كونفيتور كيما انا كي نخدم كونفيتور في الدار باي فاكهه، يعني بلي فريز ولا بالمشماش ولا بالخوخ، ما نحبش نرحيها، نحب نخليها هكذاك بلي مورسو تاعها تجيني احسن. دونك اللي عندها ماذا بها تستعملها، راح تعطيها احسن نتيجه من هادو اللي يتباعوا. انا صراحه العام هذا مازال ما خدمتش كونفيتور، ولا راكم حابين ندير لكم كتبوا لي تحت في التعاليق نخدمها لكم، ما كان حتى مشكل. هنا نبداو التزيين، نحطوا اون فا شوفوشي، يعني نحطوا وحده فوق وحده بصح من الاطراف برك ماشي فوقها تماما كما راكم تلاحظوا في الصور بهذا الشكل. دونك انا هنا بعد ما ندير الدوره الاولى، الدوره الثانيه راح نولي في لو سونس انفيرس، نولي في الاتجاه المعاكس تاع العجينه. هاي لك كما خرجت كما كنتم تشوفوا تجينا شابه. انا قعدت لي شويه عجينه حليتها ودرتها من الاطراف. دونك هنا عندي حبه تاع البيض، ضفت عليها كميه تاع الحليب، دونك حندهنها من فوق بهذا الشكل باش تعطينا هذاك الوجه الاحمر، باش تجينا شابه تجينا محمره. حندخلها للفور نطيبها نحمرها من الجوانب، نزيد نحمرها شويه من فوق ونشوفوها في طبق تقديم مع بعضنا ان شاء الله. طاخت على كونفيتور تاعنا اليوم راهي جاهزه كما كنتم تشوفوا. انا رشيت عليها كميه صغيره تاع سكر غلاس للتزيين فقط. عندي حبيبات تاع برقوق ضفتهم لها من فوق، جاتني شابه كما كنتم تشوفوا محمره. دونك هنا حنقرب لكم شويه تشوفوا، نقسم لكم لا كونفيتور هذيك تبقى فيها باينه وتجينا سايحه. هذه سورتو اللي يحبوا المشماش ولا لا كونفيتور اون جينيرال راح تعجبهم. نتمنى تكون الوصفه تاعي تاع نهار اليوم عجبتكم، ولا عجبتكم ما عليكم غير تشجعوني باش نعطيكم اكثر وصفات، وتابونيو في لاشين وتاكتيفيو هذيك الجرس باش يلحقوكم كامل لي فيديو. ان شاء الله مازال راح ندير لكم اكثر. واللي عندها اي اقتراحات تاع فيديو ولا تاع وصفه تكتبها لي لتحت، راح نخلي لكم رابط الجروب تاع الفيسبوك والانستغرام في صندوق الوصف. نتمنى تشرفوني بحضوركم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.